خاطر شعب مصر العظيم. بتحبني ما بتحبنيش، انا بتكلم بدافع عن غيرك، على بلدي وعلى شعب بلدي، عشان خاطري ما تعملش مسؤول. نقفل بيتنا علينا، احنا في الاخر جوه مصر. نسمع كلام ناس لا بتاكل من مي، لا بتشرب من ميتنا، ولا بتاكل من اكلنا، ولا عايشه على ارضنا. دول نقفل بابنا علينا. دي النصايح اللي بننصحها لمراتاتنا كرجاله. اول جمله بتتقال لا تسمعي كلام امك، ولا تسمعي كلام اختك، ولا تسمعي كلام اخوك، ولا تسمعي كلام خالك. فاحنا دوله، بيت واحد، عيله واحده. حتى لو عندنا مشاكل كلنا قابلنا اسوأ من الاب شويه، وبنبقى مش عارف ايه، وبنتعصب وبتاع، ولكن بابنا مقفول علينا. ما بروحش مخبط على اللي جنبي شكلي ان ابو صاحبي ان ابويا عمل، لا معلش. وبعدين ما ننكرش، تعالوا نرجع 7 8 سنين لورا ونشوف مصر. الحمد لله احنا بنتقدم، يعني نبص للوحش والحلو. انا معاكم في حاجات صعبه، الدنيا بقت اغلى، والظروف والمعيشه معاكم، بس نبص للجزء الحلو. نبص للجزء الحلو، والمواطن المصري بيعيش في اي ظروف في العالم، وثقه في الله هننجح، وثقه في الله هنتخطى كل العقبات، ولكن مش بالطريقه دي.